السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو بتاع النهاردة زي ما انتم شايفين كده السلطة البلدي. هنعملها مع بعض ان شاء الله زي بتاعة المحلات بالظبط ويمكن احلى ان شاء الله. نبدأ مع بعض. عندنا جرجير وطماطم وخيار. هنخرط كل حاجة لوحدها. خرطنا الجرجير وادي الخيار والطماطم بطريقة كده زي بتاعة المحلات. بيخرطوها كده بالجنب شوية فبتطلع بالشكل ده. احنا عشان نعملها بالظبط زيهم فتبقى نفس التخريطة يعني. هنخرطها بالشكل ده. وادي الطماطم نفس الحكاية برضو بالجنب كده، حتت يعني مش كبيرة قوي. اهو بالشكل ده. بس كده خرطنا الخضار بتاعنا الطماطم والجرجير والخيار. يعني هنحطهم في طبق على جنب وهنبدأ بقى نعمل في الخلطة اللي هي السر كله فيها. عبارة عن بشر طماطميتين كبار، وعليهم نص معلقة صغيرة من الفلفل الحراق، وبصلاية صغيرة، ومعلقة كبيرة من الخل، ومعلقة من الكمون، ومعلقة من صغيرة برضو من الملح. هنقلب كل المكونات ديت مع بعض ومننساش رشة فلفل اسود، وهنسيبهم على جنب كده بس يتبالوا شوية ويشربوا من البصلة تشرب من الخلطة. وبعد كده هننزل عليهم على الخضار بتاعنا. وما ننساش بقى طبعا كوباية كبيرة من المية الساقعة. يا ريت كمان نحط مكعبين من التلج، بتخلي السلطة فريش ومحتفظة بان هي تبقى يعني طازة. طبعا زي ما انتم شايفين المية كتيرة جدا في السلطة وديت المطلوبة يعني. طبعا احنا في المحلات بره لما نيجي ناكل مشاوي ولا حاجة بينزلوا لنا كوباية من مية السلطة اهي. احلى ان شاء الله وانضف، على الاقل ان احنا هنا غاسلين الخضار بتاعنا وضامنينه 100%. ده شكلها النهائي. يا رب تكون عجبتكم. وما تنسوش بقى لو جربتوها تكتبوا لي في الكومنتات. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك، وما تنسوش طبعا اللي لسه مشتركش يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله.